المدارس على الأبواب وكل سنة وانتوا طيبين. تعالوا نعمل مع بعض العيش الفينو بطريقة سهلة ومضمونة من غير ما يكون مكتوب معاك ويطلع بجد تحفة. تعالوا نشوف الطريقة الصحيحة اللي تعتمديها للعيش الفينو وكمان اقتصادية بدون حليب ولا بيض ولا تكاليف كتير، بمية ودقيق. صدقيني مش هتبطلي تعمليها من كتر ما هي بسيطة واقتصادية وسهلة جدا ومش مكلفة خالص. زي ما انت شايفة كده بسم الله ما شاء الله، مفرغ من جوه اللي هو مكتوم ولا تقيل. وزي ما انتوا شايفين كده عملناه باللانشون البيتي اللي احنا عملناه في البيت. هنزل لكم الوصفة ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي. زي ما انتوا شايفين كده، يلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. اول حاجة هجيب عندي كوباية وربع من المية، هضيف عليهم 3 معالق كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة. هدوبهم كويس جدا بالشكل ده كده، وبعد كده هغطيهم 5 دقايق يستريحوا عشان اتأكد ان الخميرة بتاعتي فعالة. هلاقي ان الخميرة بتاعتي عملت فقاعات كده على الوش كده تمام. ابتدي اكمل بقية الوصفة بتاعتي. هجيب 3 كوبايات وربع من الدقيق، ما يعادل نص كيلو بالظبط. هضيف عليهم معلقة صغيرة من الملح، وهضيف عليهم معلقتين كبار من الزيت بالشكل ده كده اهو. وطبعا علشان العيش بتاعي ما يبقاش مكتوم ومفرغ ومهوي من جوه، هضيف عليهم معلقة كبيرة من الخل. هبتدي بقى ابس المكونات دي كلها مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. ابس الدقيق مع الزيت بالشكل ده كده لمدة 5 دقايق. بعد ما لميت العجينة بالشكل ده كده اهو، هبتدي بقى اجمع العجينة بمعلقتين كبار من الزيت زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم ان العجينه دي بتبقى مايله ان هي بتلزق، وعايزه اقول لك ان احنا استخدمنا فيها معلقتين بس من الزيت في الاول ومعلقتين من الزيت لما بهم العجينه. زي ما انتوا شايفين كده، زي ما اتفقنا العجينه بتاعتنا لازم تكون طريه ومايله ان هي بتلزق في ايديكي بالشكل ده كده. ده اهم سر من نجاح خطوات العيش الفينو زي ما انتوا شايفين اهو بالشكل ده كده. هبتدي بقى اغطيها تستريح حوالي ساعه بالظبط زي ما انتوا شايفين اهوت. يعني بسم الله ما شاء الله كانت بالظبط ساعه، وكانت ارتفعت بالشكل الامر ده كده وخمرت كويس جدا، ما اخدتش مني وقت خالص ولا مجهود. عايزه اقولك كمان تقدري تصبري على العجينه ديت لانها بتاخد عجن شويه طبعا عشان يطلع معاكي عيش فينو هش ومفرغ ما يبقاش مكتوم ولا تقيل. اخدتها بقى من البوله بالشكل ده كده، وابتديت بقى ارش شويه من الزيت على الرخامه، وابتدي بقى الم العجينه عليها بالشكل ده كده اهو. هجيب بقى سكينه واقطع العجينه بتاعتي حوالي قطعتين بالشكل ده كده اهو. اعملها رول، كل قطعه اخدها رول بالشكل ده كده على نصين زي ما انتوا شايفين. وابتديت بقى اقطع الرول بالشكل ده كده حجم العيش الفينو اللي انا عايزاه. عايزه اقول لكم رغيف حوالي 50 جرام بالظبط زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله. قطعت العيش الفينو اللي عندي بالشكل ده كده اهو زي ما انتوا شايفين، وابتديت طبعا الم كل رغيف بالشكل ده كده اهو والفه على الرخامه زي ما انتوا شايفين. وجبت طبعا صينيه مدهونه زيت بالشكل ده كده اهو زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. طريقه سهله جدا وبسيطه قوي اهو بكل سهوله. عايزه اقول لك ان الزيت بيسهل عليا التشكيل بالشكل ده كده. وخلصت كل الكميه اللي عندي اهو. هبتدي بقى اغطيها بكيس بلاستيك كده واسيبها لازم تستريح حوالي 4 او 5 دقايق مش اكتر من كده بالظبط. هجيب بقى صينيه مدهونه زيت بالشكل ده كده اللي هنحط فيها طبعا العيش الفينو بتاعنا زي ما انتوا شايفين اهو. هنا كان العجين بتاعنا خمر للمره التانية زي ما انتوا شايفين. هعكي بقى رخامه زيت علشان اسهل على نفسي التشكيل بكل سهوله. وابتدي بقى اخد رغيف بالشكل ده كده وافرده اهو زي ما انتوا شايفين بكل سهوله على شكل دايره كده بسيطه. ابتدي بقى الف رول بالشكل ده كده. وطبعا كل ما تلف رول عايزه اقولك لازم تتكي عن العجينه بالشكل ده كده اهوت، وتتاكدي ان هي مقفوله زي ما انتوا شايفين كده. اقفلي كل العجينه بالشكل ده كده وخليها متساويه علشان طبعا ما يفتحش منك في الفرن زي ما انتوا شايفين اهو بكل سهوله. بعد ما لفيت الرغيف العيش الفينو، عايزه اقولك لما تيجي تلفي خلي التجويف بتاع الفينو ضيق، ما تلفيش مثلا على الفاضي او ان هو يبقى مثلا مهوي ان هو يجي يتنفخ في الفرن او يتفتح او تيجي تفتحيه تبصي تلاقيه فاضي من جوه زي ما انت شايفه كده. وبسم الله ما شاء الله حطيته على الرخامه. تعالوا نعمل واحد تاني مع بعض. فردت رغيف العيش الفينو بالشكل ده كده اهو. ابتديت بقى كده زي ما انتوا شايفين ابرمه برمه ضيقه، اللي هو الفه كده زي ما انتوا شايفين اهوت. ما اسيبش مثلا كل ما ابرم برمه اتك عليها اضغطها لتحت قوي عشان اضمن ان هي ما تفكش في الفرن زي ما انتوا شايفين اهو. وطبعا كل ما تلفي كل ما ايديكي زي ما انت شايفه كده بتساوي في الرغيف. وطبعا هتيجي على الاخر كده وتضغطي ضغطه جامده وتقفلي كويس جدا بالشكل ده كده عشان تضمني ان العيش الفينو ما يفتحش معاكي. زي ما انت شايفه كده قد ايه الطريقه سهله وبسيطه وما اخدتش مني وقت خالص. في 5 دقايق بتكوني مشكلاه زي ما انت شايفه كده بكل سهوله ومجهزاه. شايفين بسم الله ما شاء الله. انا فردت كده الرغيف زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهوت. وابتديت بقى ابرمه برمه ضيقه زي ما اتفقنا. وابتديت بقى اسوي كده بايديا اهو بالشكل ده كده واتك عليه عشان ما يفتحش معاكي في الفرن زي ما انتوا شايفين. بعد ما سويته قفلت عليه كويس جدا من تحت علشان ما يفتحش مني طبعا بالشكل ده كده اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله.
شايفين؟ ولا اسهل ولا اجمل من كده بجد. حطيته بقى في الصاج، وعايزه اقول لك كمان لما تيجي تحطيه في الصاج حطيه متساوي، ما يبقاش مثلا ان هو معوج او في اي مشكله، علشان ما يستويش على شكله. خليه كده مستقيم كده طويل زي ما انتوا شايفه كده، علشان طبعا هيستوي على نفس الشكل اللي انت حاطاه عليه. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله، ما اخدش مني وقت خالص، وقد ايه سهل جدا وبسيط قوي، غير انه اقتصادي بميه ودقيق زي ما انت شايفه كده. هتعملي احلى عيش فينو لاولادك في البيت. هنا بقى كنت خلصت الكميه كلها زي ما انتوا شايفين اهو بالشكل ده كده. شايفين بسم الله ما شاء الله، عايزه اقول لكم بجد كان تحفه. شايفين؟ يعني ما يفرقش حاجه عن اللي احنا بنجيبه من بره بالطريقه دي كده اهوت. شايفين بسم الله ما شاء الله. بعد ما خلصت بقى تشكيل الصاج بتاعي، عايزه اقول لكم ان بسم الله ما شاء الله عمل لي صاجين محترمين. يعني نص كيلو دقيق عمل لي حوالي من 18 ل 20 رغيف. زي ما انت شايفه كده. تقدري طبعا تشيليه في الفريزر وتطلعيه كل يوم لاطفالك رغيفين كده على الصبح، هتسيبيهم على المطبخ يحلوا. وتقدري تستخدموهم عادي، مفيش اي مشكله خالص، اكنك لسه عاملاه فريش بالظبط، مش هيبان ان هو كان في الفريزر ولا اي حاجه. وهنا بعد ما خلصت الكميه اللي عندي كلها زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله تحفه بجد، هبتدي بقى اغطي الفينو عندي بكيس كده بلاستيك او فوطه اي حاجه، تسيبيه حوالي ربع ساعه يخمر. وعايزه اقولك ما تحاوليش تسيبيه يخمر كتير علشان ما يخمرش زياده عن اللزوم، يطلع الخمر بتاعه زي ما انت شايفه كده. وتيجي تبصي تلاقي العيش بتاعك ريحته خميره قوي زياده عن اللزوم. سبته حوالي بقى يخمر ربع ساعه كده بالظبط، يعني من ربع ساعه لتلت ساعه بالظبط، كان طالع معايا بالجمال والحلاوه دي كده اهو زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى ادهن وش الفينو بتاعي زي ما انت شايفه كده بسم الله ما شاء الله. انا هنا دهنته حليب، تقدري تدهنيه حليب ونسكافيه، تقدري تدهنيه صفار بيض وفانيليا، اي حاجه عندك. عايزه اقولك ان اي حاجه ممكن تدهني بيها هتديكي تغطيه وشكل غير التانية بالظبط. ممكن على فكره تدهنيه بميه عادي، مفيش اي مشكله خالص. بس عايزه اقولك ان كل حاجه تدهني بيها هتديكي شكل احسن للعيش الفينو زي ما انت شايفه كده. هنا دهنته حليب بالشكل القمر ده كده زي ما انتوا شايفينه اهوت. وتاكدي طبعا ان كل العيش بتاعك متغطي علشان طبعا يبقى لونه حلو كده زي ما انت شايفه، وما يفرقش حاجه عن الجاهز اللي احنا بنجيبه من بره. زي ما انتوا شايفين اهو بسم الله ما شاء الله، سهل جدا وبسيط قوي. عايزه اقول لكم بجد ما اخدش مني وقت خالص، هتعتمديه طول السنه، غير انه هيطلع لك كميه محترمه، اولادك هيحبوه جدا جدا، غير انك ضامنه في البيت، عارفه نظافه ايدك وعارفه انت عامله فيه ايه زي ما انت شايفه كده بسم الله ما شاء الله. بعد ما دهنت بقى الصاجين بالشكل القمر ده كده اهوت، طبعا مجرد ما بتدهنيه لازم تدخليه الفرن على طول. هدخله الفرن على درجه حراره 220 اعلى درجه حراره. عايزه اقول لك كمان ان العيش الفينو ما بياخدش نار خالص خالص، يعني بالظبط من 5 ل7 دقايق مش اكتر من كده، وعلى نار عاليه جدا. وطبعا لازم تتابعي النار وانتي شغاله كده، تقلبي الصاج كل شويه علشان طبعا ما ياخدش لون من ناحيه والناحيه لا، زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. وطبعا لو عندك فرن فيه مروحه هيوزع الحراره، يبقى تحفه بجد زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله. قعد معايا في الفرن حوالي 7 دقايق على نار عاليه زي ما انتوا شايفين كده، وطلع بجد بسم الله ما شاء الله تحفه ويجنن. قومي يلا جهزيه لاولادك وفرحيهم قد ايه اقتصادي جدا وسهل جدا، وبميه ودقيق عملنا احلى عيش فينو زي ما انت شايفه كده تحفه ويجنن. وده طبعا كان الفيديو بتاعنا النهارده. وطبعا لو عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.